سلام، مرحبا بكم في قناة يوميات أم راسم. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا بصحة جيدة يا رب، وتكونوا هانيين متهنيين يا ربي آمين. كما راكم تشوفوا اليوم رجعت لكم فيديو جديد على قناتي. اقترحت عليكم حلوة جديدة في قناتي، وهي ديليس الليمون. إن شاء الله تنال إعجابكم، وإن شاء الله تسيوها في هذا العيد وتعجبكم الوصفة. نبداو الوصفة تاعنا واش فيها. نبداو بالصابلي. هو الاول. عندي فيه 125 غرام مارغرين، عندي بيضة، عندي 3 ملاعق سكر كلاصي، 2 ملاعق نشا، عندي 3 ملاعق زيت، عندي عطر الليمون ونلمو بالفرينة. انا هنا استعملت الباتور. عندي درت مارغرين والبيض والسكر وعطر الليمون والزيت وخلطتهم مليح بالباتور حتى تحصلت على كريمه، ومن بعد زدت لها انشا ولميت بالفرينه. اذا ما عندكش الباتور، خدمي المارغرين بيدك مليح، زيدي لها سكر كلاصي وزيدي خدميها مليح، زيدي الزيت والبيض وزيدي انشا وخلطيهم مليح، ومن بعد بداية تلوحي الفرينة تاعك حتى تحصلي على عجينة طرية. مهم. هنايا خلطت بالباتور انا. كانت المارغرين تاعي كانت بارده، سهلت على روحي العمليه. هنايا زدت نشا وبديت نلوح في الفرينه. هنا كي نلوحو في الفرينه نلوحو بشويه باه ما نيبسوش العجينه تاعنا. هنايا من بعد انا ندير ساشي من التحت، نحط العجينه وندير ساشي من الفوق. ونحل العجينه تاعي باه تجيني الحبه تاع الصابلي تاعي يجيوني ليس. هنا نطبعهم ونحطهم في البلان نطيبهم. اللي تحبيها بصفوريه خلي عسي الكاطو تاعك، ولا تحبي تحمريه اكثر من هكا خليه يتحمر. كملت كل حطيتهم وطيبتهم. نطيبهم من التحت ومن بعد نجعل لهم من الفوق. ها الصابلي تاعي بعد ما طيبته، يعني 125 غرام تجيب لكم كميه لاباس بها. مهم. دوكا نروحو لكريمة الزبدة. عندي فيها 125 غرام مارغرين طرية، عندي 2 مغارف تاع كبار تاع غبرة شونتي، وعندي 3 مغارف كبار تاع سكر كلاصي. وهنايا انا تحبي ديري عطر الليمون، والله ديري مغرفة كبيرة تاع سوبر كريم الليمون وعطر الليمون، فتعطيك نتيجة ذاك الكو تاع الليمون في كريمة الزبدة. ضربيهم مليح مليح حتى يبيض الخليط تاعك، وخليها عمريها في لابوش وخليها في جهه. ما تحطيهاش في الثلاجه، انا حطيتها في الثلاجه زادت بردت حكمت روحها. كي جيت نخدم بها تعبتني شويه. ما تحطيهاش في الثلاجه وكملي خدمي بها نورمال. نرجعوا للسوبر كريم. اذا عندك سوبر كريم هذا احشي به الحلوى تاعك. اذا ما عندكش خدمي سوبر كريم في الدار. عندنا فيه نديرو كاس عصير الليمون، نديرو 3 ملاعق كبار تاع نشا، 2 ملاعق سكر، ونديرو عطر الليمون. نخلطهم مليح ونحطوهم على نار ناقصة، ونبداو نحركو فيهم حتى تحكم روحها هذيك الكريمة. نخليوها تبرد ومن بعد نحشيو بها الكاطو تاعنا. نروح ذكر الشيكولا. كيف درت لها بالملون؟ أنا استعملت هذا الملون الاصفر الخاص بالشيكولا. ذوبت الشيكولا تاعي لحمام مائي، ودرت لها نقطه من هذا الملون، وبقيت نحرك في الشيكولا حتى تحصلت على اللون اللي حبيته انا. اسمع ديري بالنقطه وتحركي حتى توصلي للون اللي بغيتيه. انا هنا الشيكولا تاعي زدت لها 2 مغارف كبار تاع زيت. مم. هذا زينت بيهم على الاخر بجنس السكر. وعندي هذا المول. هذا المول سورتو اللي يكونوا شويه بومبي. نديرو 3 طبقات. اسمها نديرو الطبقه الاولى، ومن بعد نزيدو الثانيه ونزيدو الثالثه. لا كي تجي كيما كل ما ديريش قداه الطبقه، كي تجي ديمولي الكاطو تاعك الجوانب راح يتكسروا. اما لا بازي على الجوانب كي تعودي ديري في الشيكولا بازي على الجوانب تاعك لازم يكونوا مكوفريين مليح.
هنايا درت سوبر كريم، ومن بعد حطيت كريمة الزبدة. انا هنا كريمة الزبدة تاعي كنت حطيتها في الثلاجة على بها، جاتني هكا. انتي كي تعودي تخدمي ما تحطيهاش في الثلاجة بعد تسهل عليك العملية، وتعودي دير بها نورمال. هنايا انا المول تاعي فيه غير 3 حبات، من الاحسن يكون مول فيه شحال من حبة باش تسهلي على روحك العملية وتخدميه. من بعد حطيت الحبات على الصابلي وديموليت المول تاعي، ولصقت هاد الليمونات بالعجين تاع عجين السكر بشويه شيكولا، وهذا ما كان. وها هي الحلوى تاعي بشكلها النهائي. اللي سقساوني على مدة الحفظ، مدة الحفظ تاعها حتى ل15 يوم، سواء درتي بسوبر كريم تاع الدار ولا اللي تتباع. وهنايا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله ينال اعجابكم، وما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.